آه بكلمك بصفتك الصحفية والإعلامية، مش بصفتك في المجلس الاستشاري كمتحدث رسمي للمجلس الاستشاري، عشان عايزين نتكلم فيما له وفيما عليه كمان. اتفضل. برحب بحضرتك معانا يا فندم. اهلا وسهلا يا استاذ. احنا من المفترض طبعا انه هينضم لنا ايضا استاذ القانون الدستوري في جامعة حلوان الدكتور جمال جبريل. الطريق منعه يعني انه يوصل في الميعاد، والمفروض انه هينضم لنا من لحظة للتانية. أنا بس عايز أبدأ بالجزئية الخاصة بالمرشح الرئاسي دي. إحنا كبرنامج تلفزيون كل يوم بيجي لنا أحد الرجال المعروفين اللي قرروا إن هم يضعوا نفسهم على قائمة الاختيار بالنسبة للمصريين. نعم. في حاجة اسمها مرشح توافقي. يعني أولا زي ما حضرتك بدأت عن ثمار ثورة 25 يناير. أول ثمار أو أول الشعارات اللي طرحت من 25 يناير من سنة كلمة حرية. أنا بدعي إنه تحققت ثمرة الحرية الآن، رغم إن لسه في حاجات كتير، ورغم إن إحنا لسه حاسين بأنه كانت توقعاتنا أكبر بكتير من اللي قدرتنا على التحقيق، لكن فعلا دلوقتي كل واحد يقدر يقول رأيه وبحرية، وأحيانا ببعض التجاوز كمان، وده شيء طبيعي وصحي بالمناسبة. وبالتالي يستطيع أي إنسان أن ينتخب أي إنسان، سواء كان مرشحا للبرلمان كما حدث أو للشورى أو كمرشح رئاسي. المرشح التوافقي هذه مسألة زي ما بيقولوا عليها المناطقة المصادرة على المطلوب. يعني إيه؟ من الذي يحسم مصير المرشح؟ ليس التوافق. التوافق معناها إيه؟ آراء بين الناس، بين أهل الحل والعقد زي ما بيقولوا. الذي يحسم في إطار مجتمع ديمقراطي حر مصير المرشح هو الناخب. ومن هو الناخب؟ هو الإنسان العادي البسيط الذي لا نعرف له اسما، لأنه هو محمد المصري من شمال مصر لجنوبها، وهو جرجس المصري من شمال مصر لجنوبها. هذا السنتيز، هذا الخليط الجميل جدا المتحضر من الشعب المصري، من الناس العاديين، هم الذين يحسمون أمر المرشح. وهنا ليس هناك توافق، وإنما هناك اختيار، وقد يختلف الناس، والاختلاف هنا الصحي. لكن التوافق هو إيه بقى؟ عندما يكون هناك أحزاب تتحاور أركان هذه الأحزاب مع بعضها البعض، وقد تصل إلى مرشح تطرحه في الساحة الانتخابية لكي يحسمه في النهاية الناخب اللي أنا اتكلمت عنه. ومع ذلك لو خدنا مثلا هو هنا مرشح مفضل، يعني والله في عدد من القوى السياسية بتفضل المرشح بتفضله، بس الناس الأمر ده لا يحسم. لكن هذا التفضيل أو هذا التوافق أو هذا مش عارف إيه لا يمكن أن يحسم إلا في صندوق، أمام صندوق الاقتراع. وأحيانا هذا الصندوق أحيانا بيبقى عكس تماما ما قد يتوافق عليه السياسيون. وحضرتك عارف إيه؟ إنه مثلا في بعض الدول الديمقراطية زي أمريكا هناك حزبان الآن معارك محتدمة، مفيش توافق على الإطلاق بين المرشحين جوه الحزب، داخل الحزب، جوه كل حزب، إلى أن يصل الأمر إلى المرشح المفضل، وبعد كده المجمع الانتخابي، وبعد كده يطرح اسم الحزب كما تعلم للتنافس مع الآخر. هو وانا حضرتك لفت نظري دلوقتي لسؤال هيخرج بينا بره السياق شويه، بس مش هقدر استبعد ان حضرتك ليك خبره كبيره بالعمل الصحفي والسياسي في الولايات المتحده الامريكيه. النهارده